السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخيرات والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. فيديو جديد وروتين جديد. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويكملوا معايا الفيديو للآخر. إن شاء الله هيعجبكم، أكيد هيعجبكم، في حاجة إن شاء الله بإذن الله. بدأت يومي كده، قعدت قرأت سورة الكهف على رواق، وهي دخلت قلت اعمل بقى ايه مشروب ديوتوكس كده. احط عود قرفه كده بقى وشويه برتقال وكان عندي كام توته كده من الراسبري دي، وقطعت خيارية كده. قلت احط شويه تلج كده واشربهم ايه ينعشوا جسمي. انا عايزه اقول لكم ان هم فعلا يعني لما بيقعدوا شويه بتدي نكهه حلوه قوي للميه. هي مش ميه يعني، متبقاش ميه عاديه. فالمقليه البروسلين القمر بتاعتنا دي طلعناها. عايزه لكم ان انا وقعت في خطأ فادح. هي حراري، بروسلين حراري، بس انا غلطت وحطيتها على النار فاتشرخت مني كده. زي ما بوريكم كده كنت عملت فيها البيض. وطبعا بقى يوم الجمعة يعني فول، ده فول بالمناسبة بس فول مقشور علشان خاطر بيتعب لي معدتي خالص، وبتنجان بقى وطعمية وشيبسي وجبنة رومي. هو ده الفول اللي انا عاملاه، بس باخد منه بقى على القد حبة زي ما انتم شايفين كده. بحط حتة سمنة وهو بيبقى يعني معمول بالصلصة، هو بيبقى معمول بنكهات يعني، فانا كنت جايباه بالصلصة كده. فالحمد لله فطرنا كده، وخديجة كان باباها خدها بقى ونزلوا. فشايفين انا بوريكم الديكور اللي عند الشاشة اختلف ازاي. هقول لكم القصة والله العظيم يعني. انا عشت يوم مأساوي يعني الحمد لله. فهنا كده كنت شغلت البخور، وطبعا شغلت صورة الكهف كده، عليت الصوت خالص علشان الطاقة بتاعت البيت كله تتغير. ف البخور كده سيبته بقى، قلت يشتغل مع نفسه شوية، وهرجع بيكم كده بقى لليوم اللي قبله. انا اليوم اللي قبله الخميس كان عندي بواقي اكل، فقلت مش مشكلة. انتوا شايفين ده الديكور بعد التغيير، هو ده المنظر كان قبل التغيير. قاعدين في امان الله عادي، وهي عمالة تفتح في الادراج بتاعت وحدة الادراج دي، وانا دخلت المطبخ. والله حرفيا يا دوب دخلت المطبخ عند الحوض وسمعت صوت دب. خرجت لقيتها شدت وحدة الأدراج وقعتها. هي خافت فبعدت عنها، بس الفانوس والفازة الإزاز ولوح الإزاز اللي على وحدة الأدراج والكلام ده كله وقع على رجليها. أنا حرفيا فضلت حضنها والله ما يقارب ال3 ساعات وبعيط بس. دعيت الحمد لله إن ربنا سترها يعني، ولكن قسما بالله أنا حرفيا كنت حاسة إن أنا قلبي هيقف. فالحمد لله عدت على خير. والتجهيزات اللي انا كنت وريتها لكم دي، ان انا لفيت السمبوسه، عملت جزء بلحمه مع جبنه موزاريلا وميكس تاني كده بجبن، اللي هي الجبنه الدومتي دي بقى. خلصت فضيت العلبه كلها قلت عشان اخلص منها، على ميكس جبن كده وجبنه موزاريلا برضو. وطلعت الاوراق دي كانت عندي بقى لها حبه، فقلت اتبلها. وزي ما انتم شايفين هي نفس التتبيله اللي انا بعتمدها في البانيه في الستريبس، بس الفكره في ان انا مزوده هنا فلفل بس، اللي هو البصل بقطعه صغير، وبحط فلفل اسود وملح وليمون. وقلت ازود هنا كده حبه زيت علشان خاطر الاوراق تتشوي يعني في الفرن، وفي نفس الوقت بس تحرك لي الخلاط. وزي ما بوريكم هو يعني الخليط ده شبه سائل زي ما انتم شايفين بيجري كده. التتبيله دي بتبقى حلوه قوي، ما فيهاش بقى لا صويا صوص ولا دبس رمان ولا مش ولا طماطم، ولا انا بحب طعم الطماطم اصلا في الشاو. فهنا كده زي ما بوريكم ده كان اليوم اللي هي وقعت فيه الحاجه. شلت طبعا وحده الادراج على طول بدون كلام، وجبت لكم مده مكانها وشلت لوح الازاز اللي عليه. وعايزه اقول لكم والله فعلا اليوم كان الحمد لله يا رب كان صعب يعني. بس ده كان تاني يوم. يعني طبعا جاء وقت الغدا، حطيت كده الاوراق، حطيتها في الصينيه دي وحطيت عليها ورق زبده وورق فويل كده، واديتها كام تخريمه كده، وقلت ادخلها الفرن. والوقت ده بس هقف اعمل شويه رز بسمتي، والسمبوسه بس هقليها لما تكون الفراخ خلاص قربت تستوي، علشان خاطر بس تبقى الجبنه بتاعتها سايحه وطعمها حلو. فزي ما بوريكم طبعا التفريزات اللي احنا عاملينها، وشايفين انا وانا بحط الحبهان والقرنفل والقرفة. انا عداهم كام واحد، لان هم حرفيا الحبهان يعني الحبهان اللي بنساه بيجي في طبق جوزي، معرفش ازاي والله بس هو عشان كل مرة بينبه عليا ان هو شيلي الحبهان شيلي القرنفل. فسبحان الله والله لو واحدة اتنست فعلا قسما بالله بتيجي في طبق هو، فمش عارفه ليه. فعديتهم كده وحطيت الجزر برضو، احنا كنا مفرزينه مع بعض، وحطيت الرز وكنت غاليه كتل، وحطيت الرز يستوي والبهارات طبعا. لقيت ما عنديش بهارات بقى كبسه ولا حاجه، فحطيت كركم كده وحبه فلفل اسود وحبه كمون. وعايزه اقول لكم بقى الانبوبه راحت عاملاها فيا اول ما حطيت الرز.
فاستنيت طبعا، كلمنا الراجل وجي يغير لي الانبوبه. وزي ما بوريكم كده السمبوسه انا مش حاطه لها زيت كتير، ولكن بسيبه لحد ما يعني يبقى سخن قوي، وبعد كده بهديه واروح منزله السمبوسه فيه علشان تتقلي وتبقى زي ما انتوا شايفين كده ذهبيه، شكلها جميل قوي. وعايزه اقول لكم شايفين دي سمبوسه اللحمه، الجبنه دايبه فيها حرفيا. قلت طبعا على قدنا لان انا كنت عامله اللفه كلها، وحطيت الباقي كده في كيس التلاجة دوت، وقلت ادخله التلاجة وقت ما نحب نقلي يعني نبقى نطلع. ودي كانت الاوراق، شايفين شكلها عامل ازاي؟ والله حرفيا ريحتها بقى تحفه في حته تانية، البصله بالليمونه بالتوابل البسيطه اللي يعني جدودنا كانوا بيستخدموها مع الفلفلايه. خلاص بقى كده مش محتاجه حاجه بقى، لان انا كنت دايما اقعد احط صويا صوص ودبس رمان وعسل ومش عارف. بميل للحاجات دي بس اوقات، لكن هي دي الوصفه المعتمده اللي انا بعملها على طول. فهنا كده بقى قلت اغرف الاكل، وزي ما انتم شايفين الرز حرفيا ما شاء الله السوا بتاعه ما فيهوش ولا غلطه، والجزر مديله طعم مسكر كده، والسمبوسه حرفيا كانت اتنسفت، كانت جميله قوي يعني. فعملت طبق سلطه كده صغير، وقلت اكل. ومش عارفه ايه اللي ما خلانيش اعمل سلطه دقوس جنب الاكل دي. سلطه الدقوس حرفيا بحبها قوي، بتودي الاكل في حته تانية. ف زي ما بوريكم كده شايفين الجبنه حرفيا بتبوظ. انا مش عارفه ايه اللي ما خلانيش افتح لكم واحده جبنه. حرفيا كانت جميله قوي، ولكن طبعا كنت عايزه احط عليها زيتون وبقدونس وكده، ولكن ما كانش فيه الحاجات دي عندي. وبصراحه اصلا اليوم اللي بعد اللي حصل فيه انا كنت بقى بعمل باي حاجه عندي وخلاص. فهنا كده كان الحمد لله بعد الغدا خلاص خلصت وغسلت الاطباق، وهنا نضفت البوتاجاز، ودي بس كانت حلة الرز. فرشيت معطر كده بقى، وقفلت المطبخ وفتحت الشباك بقى، وقلت اسيب الدنيا تتهوى شويه. وبعد كده بقى لقيت الحاج صاحب البيت قاعد يعني، فقلت اروق عليه واعمل له ايس كوفي. هو ما بيعترفش بالايس كوفي بتاعي، بس انا بقى بما انك انت مش عاجبك فانا هعملكش ازاي يعني. فعملته هنا زي ما بقول لكم، المضرب ده بقى صديق الصدوق، ما شاء الله بيعمل كميه فوم حلوه قوي. انا كنت يعني بامانه انا ما كنتش بعرف استخدمه الاول يعني. فالصوص بتاع الكراميل ده هو تقيل في ايدي، لان انا بحطه في التلاجة علشان خاطر النمل يعني مبهدل الدنيا. ولكن هنا كده كنت عملت له كوبايه الايس كوفي دي، وقلت مش خساره في الحاج صاحب البيت رطب عليه. فاللهم لك الحمد والله، يعني نعمة الروتين والنعمة ان الواحد بيعمل الحاجة. انا عايزة اقول لكم هي الدنيا دايما مش اجمل في اجمل صورة، يعني البيت عندي مش انضف حاجة دايما على طول، والدنيا مش زي ما انتوا شايفين. انا بحاول بس اصور لكم الحاجة اللي تديكم طاقة وترفع من معنوياتكم بس، ليس الا. لكن طبعا مفيش حد حياته كاملة او حلوة يعني ال 24 ساعة. فربنا كده يا رب يديم علينا نعمة الأمن والأمان في بيوتنا يا رب، ويسعدنا جميعا يا رب. طبعا بقى قلت عايزة فتحه في موضوع الاير فراير تاني. رحت جبت القالب السيليكون والقوالب اللي هي الورق، وجبت بخاخ الزيت، والاير فراير لسه ما جاتش. فاعمل ايه بقى؟ قلت اروح ارشي كده، اغسل شوية فاكهة يعني، واقعد جنبه كده نتكلم في الموضوع ده تاني. وقولوا لي بالله عليكم كده رأيكم في الديكور ايه، يعني عجبكم ولا لا اللي هو تحت التلفزيون دوت. انا عايزه اقول لكم ان هو ما شاء الله مدي شكل حلو قوي. وانا لقيت المكان اللي هو بين الشاشه وبين الترابيزه كبير قوي وفاضي، فجبت الحاجات دي. انا كنت حطاها في الطرقه جوه، فجبتها وحطيت فيها الديكور ده. وانا عايزه اقول لكم انا حاسه فعلا ان هي يعني ادت المكان وسع كده وراحه. طبعا شغلت لفتاتي القناه بتاعتها تتفرج عليها شويه طبعا علشان تسيبني في حالي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم. اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعاية الله، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك. اشوفكم ان شاء الله بإذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع الف سلامة.